السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسلسل كبير قوي الجزء السابع قال حاجة جميلة قوي وجسد فعلا الواقع المريع اللي احنا بنعيشه على السوشيال ميديا من تحديات تافهة وبرامج اللايف والأحكام اللي بيقبلوا بيها. كل تحديات اللايف اللي هي من إهانة وإذلال للكرامة من الرجال والسيدات وشباب وفتيات المستقبل. كل ده من أجل المال اللي بيكسبوه اللي هو طبعا مش من حلال. احمد مكي في دور جوني في المسلسل لخص حياتنا المظلمه في المشهد واللي انتوا اكيد شفتوه، وقال مبدئيا كده اللحظه اللي انتوا شايفيني فيها دلوقتي هي اصدق لحظه في اللي حصل لي كله. كل اللي فات ده كان فيك كله. انا شاب عادي وطقت دماغي اعمل شويه فلوس واشتهر، ولما قعدت ادور لقيت ان المحتوى التافه هو اكتر حاجه انتوا بتحبوها وبتموتوا فيها، واي حاجه ليها معنى بتعملها سكرول، يعني مش مهتم. وده اللي زقنا على السكه دي. انتوا خلاص الموبايل بقى افيون عندكم. اول ما تصحوا من النوم اول حاجه تبصوا في الموبايل، وبالليل قبل ما تناموا اخر حاجه تشوفوها الموبايل، وتتابعوا ناس زي انا وشروق. حياه تافهه فيك انتوا حابين تصدقوها. احنا لما بقينا بنسافر دلوقتي بنسافر عشان نصور السفريه مش عشان نتمتع بيها، ولما نطلب اكل بنطلبه عشان نصوره مش عشان ناكله. بنستلذ باللايكات اكتر من الحياه الحقيقيه. اعملوا اي حاجه تانية، الدنيا فيها حاجات كتير ألذ من الاشكال اللي زينا. انزلوا اكتشفوا الطبيعه اللي ربنا خلقها، انزلوا اكسبوا خبرات حقيقيه تفيدكم، اخرجوا اتعرفوا، زوروا بعض، اتعلموا اي حاجه مفيده تنفعكم. انتوا عارفين لو النت قطع عليكم في يوم من الايام اقسم بالله العظيم هتلوصوا، هتكتشفوا انكم ضيعتوا حياتكم كلها في ولا حاجه، تفاهه وبس. الوقت ده لو كنتوا استثمرتوه في تعليم اي حاجه حتى لو كانت صغيره كان زمانكم بقيتوا اساتذه فيها. انا من النهارده خلاص قررت احرر نفسي، مش هبقى كلب لايكات. اخو الكبير رد عليه وقال له الحمد لله بالسلامه يا ولد ابوي، المهم انك فقت. انت كمان مش ناوي تفوق؟ انت كمان طاقت في دماغك وحبيت تعمل شويه فلوس وتشتهر؟ ايه مش ناوي انت كمان تعمل زي جوني وتحرر نفسك؟ الوقت اللي انت بتضيعه ده ربنا هيحاسبك عليه. وانت اللي بتعمل تحديات وبتلخبط نفسك بحاجات مقززة عشان الفلوس، تفتكر هتقول لربنا ايه لما كرمك بوش جميل وانت بتهينه بالشكل ده؟ التحديات اللي انتوا بتعملوها تقدروا تغيروها وتخلوها، يعني مثلا بدل ما تسف شاي ناشف او تسف ملح او تبلع بيض ني او تدخل تستحمى في عز البرد علشان الحكم اللي عليك، ممكن تعمل حاجة وتاخد عليها ثواب كمان. الحكم مثلا اللي يخسر يتعاقب بالعلم او بالدين. هتقول لي ازاي؟ هقول لك مثلا ممكن اللي يخسر التحدي يقول لا اله الا الله 100 مرة، انت خدت ثواب وهو خد ثواب. اللي يخسر التحدي مثلا يقول سورة الاخلاص 3 مرات اللي هي قل هو الله احد، كأنه ختم قرآن كله، انت هتاخد ثواب وهو هياخد ثواب كبير. اللي يخسر التحدي يحكم في العلم، تحدي في العلم، على الاقل هتبقى حاجة مفيدة. وصدقني اللي بيحصل لنا ده مش من فراغ. على الاقل يا اخي الفلوس اللي بتجيلك تبقى بالحلال، وربنا ما يرضاش بالوش اللي هو كرمه يتبهدل كده. الداعم اللي بيدخل وبيرمي وبيرش فلوس هو شاحنها علشان يتفرج على شوية اراجوزات بيبهدلوا في بعض وبيبقى مستمتع قوي. انت مالك كده؟ انت معقد نفسيا ولا تعبان؟ الفلوس اللي انت بترميها دي وبترشها كده وفرحان علشان ترضي غرائزك وفرحتك بالناس البهلوانات والاشكال الغلط، طلعها للمحتاجين، والمحتاجين كتير. واحب افكركم بالايه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعمالكم سلط عليكم. وفي ايه تانية بتقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اتقوا الله. بسم الله الرحمن الرحيم واتقون يوما ترجعون فيه الى الله. اتمنى يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم، واستنوني دايما في حلقات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.